تشكيل الاهلي بكره في القمه لازم يكون على اعلى مستوى، ما فيهوش فزلكه، في مفاجآت. المفاجآت ملهاش علاقه بالفزلكه، وطبعا كولر لازم يركز في الحته دي. تعالى بقى اسمع دي شباب جوارديولا حفيد انشيلوتي السادس عشر، هيقول لك التشكيله عامله ازاي، وانا عارف انها مش هتعجبك والله، بس هقولها. انت فاهم؟ هنبتدي يا جدعان بحراسه المرمى. حراسه المرمى يا جدعان من وجهه نظر انا مصطفى شوبير المفروض يبدا، ولكن محمد الشناوي خلاص رجع وهيبدا بكره، فانا مع الشناوي قلبا وقالبا، لان الوقت ده زي ما قلت لك ده مش وقت نقد. الشناوي هيبدا بكره حتى لو مستواه مش قد كده، لازم نطلع ندعمه لان مفيش وقت اصلا. تيجي بقى باك يمين محمد هاني، باك شمال كريم الدبيس. تعالى بقى يا معلم اتنين باكين، اشرف داري ومصطفى العش لا غنى عنهم. الاثنين لعبوا جنب بعض الماتش اللي فات عملوا عظمه، الاثنين دول لو استمروا جنب بعض هتشوف خط ظهر في الاهلي على اعلى مستوى. تعالى بقى نص ملعب، عندنا حلقه الوسط الاخطبوط رامي ربيعه، ده لا غنى عنه. رامي ربيعه ده يا جدعان في الماتشات دي لا غنى عنه، الاخطبوط بتاع النادي الاهلي، اخطبوط الكره المصريه في الوقت الحالي. تعالى بقى يا جدعان نطلع قدام شويه، احمد رضا. انا نفسي ان احمد رضا، لان احمد رضا يا جدعان الماتش اللي فات اللي حصل له الترقصتين اللي ترقصهم دول، انت فاهمني، دول هيأثروا عليه نفسيا بسبب جماهير الزمالك اللي قالوا عنه وان هو اتلم ومش عارف ايه، وطبعا حصل عليه اسفاف كتير، ولا كان مستواه في الملعب حلو. هي دي غلطته ان هو بيندفع لما بيدخل على حد، بيخش على سرعه فبيندفع، فبيحصل فيه الكلام ده بيبقى سرقص. ولكن احمد رضا كلاعب في وسط الملعب لاعب عالي جدا، وكمان هو بيزيد وبيشوط من بره المنطقه، الحاجات دي ما بنشوفهاش من الاهلي من زمان. الواد ده رجله تقيله، الواد ده بيركز، الميس باص عنده قليل. فانا بالنسبه لي نفسي احمد رضا يبدا، وخلي بالك هيبقى عنده دافع قوي قوي ان هو يلعب الماتش ده. الواد ده عنده تحدي بينه وبين نفسه، والماتش ده هيفيدك فنيا حلو قوي، لانه هيشتغل على نفسه اكتر عشان يظهر، عشان حب جماهير الاهلي ليه. اللي قدامه بقى امام عاشور 4-3 يا جدعان، انا شايفها انسب خطه للنادي الاهلي، يعني انت فاهمني. قدامه امام عاشور، عندك بقى يا جدعان جناح يمين جرادي شار، جناح شمال بن شرقي وسام ابو علي، او جناح يمين حسين الشحات. ولكن انا افضل جرادي شار، لان جرادي شار بدني قوي عن حسين الشحات، بيعمل اوفرات حلوه جدا، عينه حلوه، الواد سريع، وبرده رجله حلوه، رجله حلوه على الكوره، بيعرف يضم لجوه، بيعرف يروح في العمق. يا اما في مفاجاه بقى، يعني عمر كمال لو بدأ الماتش ده جناح فان هو هيبقى مؤثر، ولكن بالنسبه لي اعلى وينج يبدا جرادي شار، الشوط الثاني ينزل الشحات، يطلع جرادي شار يفضل وسام ابو علي، او ينزل حسين الشحات يخلي جرادي شار مهاجم ويطلع وسام ابو علي. ديت يا جدعان التشكيله اللي انا شايفها انها تبدا بكره، يعني بالنسبه دي وجهه نظري يا جدعان، اظن انتوا هتحترموها. اللي عنده تعليق بقى يقول لي، واللي متوقع النتيجه كام يقول لي برده في الكومنتات.